قدم لينا راسك بارت 2. في هذا الفيديو غادي نهضروا بالتفصيل على كيفية بناء جواب متكامل لهذا السؤال باتباع 3 ديال الخطوات مفصلة. السلام عليكم، سميتي كوتش نورا، مسؤولة عن التشغيل منذ 10 سنوات وصاحبة HB Consulting اللي فتحتها من حبي لهذه المهنة، واللي كترافقكم باش تكونوا مهيئين بأحسن الوسائل للنجاح في مقابلاتكم المهنية وتكونوا متميزين عن باقي المترشحين، وعلاش لا ان شاء الله تربحوا العمل اللي بغيتو واللي غادي يزيد بكم للقدام. الوغ قبل ما نهضروا بالتفصيل على 3 خطوات الجواب متكامل، نبغي نوضح لكم ان قدم لي راسك هو سؤال عملي، يعني سؤال بروفيسيونيل. عندك تبدا تهضر على مسائل شخصيه او عائليه، الاختيارات الشخصيه ديالك اللي درتي في حياتك واللي وصلتك لهنا او لا شيء كيشبه لهكا. الجواب على هذا السؤال كيكون بتقديم المؤهلات، الخبرات المسبقه او لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل بريسيدونت، وعلاش انت مرشح مثالي لهذه المهمه. باختصار المميزات المهنيه ديالك بسرعه وبزربه، باختصار بلا ما تدخل وتخرج في الهضره. ثاني حاجه هي ان منين غتكون كتهضر خاص الهضره ديالك تكون انسيابيه، تكون واخا قلت لكم ما تعاودوش قصه حياتكم، ما تعاودش قصه حياتك الشخصيه، ولكن عاود لنا قصه حياتك المهنيه. نبداو بالنصيحه الاولى، اعطي نبذه على لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك السابقه او التجارب العمليه السابقه. يعني غادي تهضر على اول تجربه مهنيه كانت عندك في لاكارير، وانت غادي حتى لدابا اشنو كدير، او لا فيس فيرسا. انا صراحه بعد الخطرات كنسول لو ريكروتور واش بغيتيني نهضر من الاول او لا نهضر لك غير على الاخر. بون هذا مساله اخرى كتسهل لا كونفرساسيون. الا كنتي مرتاح تقدر تسول لو ريكروتور اكزاكتومون علاش اشنو باغي يسمع، واش من الاخر حتى القدم ولا دي زيكسبيريونس سبيسيفيك. اما الا قال لك ليبر كورافو تقدر تبدا من اول اكسبيريونس بروفيسيونيل ديالك وانت طالع حتى لدابا. داكوغ. الوغ في كل مره غادي خصك تذكر 4 ديال النقط. داكوغ. كل اكسبيريونس بروفيسيونيل غادي تذكر اسم الشركه، المنصب اللي كان عندك، شحال المده بقيتي فيها، والمهام الرئيسيه اللي كانت عندك. نعاودهم: اسم الشركه، المنصب اللي كان عندك، المده اللي بقيتي فيها، والمهام الرئيسيه. نعطي مثلا بديت صافي 5 سنين هادي مع الشركه اكس كمحاسب. في البداية كنت مكلف ب20 ملف شهريا، وكنت كندير المهام 1 2 3. بقيت في الشركة المدة ديال سنة كاملة. من بعد غدوز ليكسبيريونس الثانية، كذلك اسم الشركة، المنصب اللي كان عندك، المدة والمهام الرئيسية. تقدر تقول مهمة او لا 2 او لا على حسب، حيت انا ما عرفتش لودينس ديالي واش مبتدئين واش مخضرمين. المهم نتوما غادي تعاونوني في لي كومونتير وتقولوا لي شنو هو اكزاكتومون لي زيكزامبل اللي تبغيوني نقول لكم باش تكون لا كومونيكاسيون اسهل. الوغ بهذه الطريقه غادي تكون وضحتي للمشغل اللي قدامك بالتفصيل القدرات التقنيه اللي كتعرف دير من بدايه المشوار حتى لدابا، وكتعطيه فرصه انه يبرون نوت، يفهم اكزاكتومون فين باغي يعطيك اسئله وشنو هما شنو اللي باغي يوضح اكثر. وكيف شرحت لكم قبيله، هاد العمليه كنديروها لكل اكسبيريونس بروفيسيونيل حتى كنوصلوا للاكسبيريونس بروفيسيونيل اللي حنا اكطوالمون فيها. ثاني حاجه، قول المشغل شنو كتعرف على البوست اللي كاين، اللي جيتي على ودو واللي انت دابا tu es en train de passer l'interview. البوست اللي دابا كتهضروا عليه كتقول له بحال هكا: انا فهمت باللي لهاد الخدمه اللي كتقلبوا عليها
كتقلبوا على شي حد اللي عنده الخاصيات اكس ايغريك زد، واللي غيخدم مثلا في لازون ديال مراكش. هنا كتحاول تقول للمشغل ولا الانسان اللي قبالتك بعض النقاط اللي كاينين في لا ديسكريبسيون دو فونكسيون اللي كتكون انت ديجا قريتيها. هنا كتوريه باللي انك فهمتيهم علاش كيقلبوا، وبلا ما تشعر كتخلق واحد الكونيكسيون او لا رابط بينك وبين المشغل. كتقول له انا راه عارفك علاش كتقلب، ماشي غير جاي هكاك. دونك سبحان الله بلا ما يفكر الانسان كتولي عاجبو، لان حنا كنرتاحوا مع الناس اللي كيفهمونا واللي كيسهلوا علينا الخدمه. نعطيو مثال، انا فهمت بلي لهاد الخدمه كتقلبوا على شي حد اللي عنده الخاصيات اكس ايغريك زد، واللي غادي يخدم في لا ريجيون ديال مراكش مثلا. وهنا اصدقائي غندوزو مباشره النقطة الثالثة اللي هي قول له علاش انت اللي غادي تصلح ليه، ولا انت هو لو كانديدا بارفي، لو كانديدا ايديال بالنسبة لداكشي اللي كيقلب عليه. صافي هنا ساليتي كلشي، هنا هضرتي له على لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل، هضرتي على لي كومبيتونس تكنيك اللي عندك، ليترالمون قلتي له باللي انت لي زيكسبيريونس بريسيدونت اللي دوزتي كاينين في لا ديسكريبسيون دو فونكسيون اللي هما كيقلبوا عليها. ياك هنا كتقول له انا هو هذاك الانسان اللي كتقلب عليه، حيت عندي لا كومبيتونس 1 2 3 4 وقابل نخدم في لا زون الفلانيه، والتجارب السابقه ديالي كتخليني قادر نجاوب على الاحتياجات ديالكم اليوم ونقوم بهذه المهنه على اكمل وجه. خاصك تقولها بواحد الثقه في النفس وبواحد الاريحيه اللي كتخلي ديك لا كونيكسيون اللي خلقتي في ليتاب نيميرو 2 ملي بديتي كتقول له انك راك على بال بلا ديسكريبسيون دو فونكسيون كتكمل. الوغ الا ما ساليتيش لا بريزونطاسيون ديالك بهاد النقطه، غادي تكون ضيعتي عليك فرصه انك تبقى توب اوف مايند او لا سيليكسيون برينسيبال ديالو، كتولي بحال اي مترشح. هنا سي اون ايتاب اللي كتانكري السميه ديالك او لو بروفيل ديالك في لانكونسيون في لا تيت ديال لو ريكروتور. دونك ديما كنساليو لا بريزونطاسيون ديالنا بالنقطه 3 اللي هي علاش انت هو الافضل لهاد المهمه. هادشي اللي كاين بوغ سيت فيديو. كنشكركم بزاف على المتابعه. الا وصلتي حتى لهنايا ما تنساش دير لي ان بتي لايك الا عجبك لو كونتوني د لا فيديو، دير اوسي ابوني باش توصلك السلسله كامله، مازال غاديه بشويه وكتبوا لي سورتو في لي كومونتير شنو هما لي زيكزامبل اللي تبغيوني نستعمل في الفيديوهات الجايه. انا مشيت على ان اكزامبل جينيرال بازيك، مي من الاحسن باش نعرف شنو هما لي زيكزامبل اللي تبغيو، شنو هما لي ميتي اللي تبغيو، وشنو هو لو نيفو ديال ليكسبيريونس اللي تبغيو. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، بسلامه حتى الفيديو الجايه.